السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هنعمل الكبدة مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة جدا، اللي هي الكبدة البلدي طبعا بتاع البقر أو الجاموس. معانا زبد، معانا فصين توم ومعلقة فلفل أسود وعصرة ليمونة، نص ليمونة بس كده نعصرها. دي بنتبل فيها الكبدة الأول قبل أي حاجة، قبل ما يعني نسويها على النار، نسيبها فيها نص ساعة كده ولا حاجة، نقلبها فيها، ننزل بقى بالكبدة ونقلبها فيها. مقطعينها طبعا شرايح حسب طبعا التقطيع اللي انت عايزاها، صغيرة او كبيرة دي براحتك. انا مقطعها وسط. هنقلبها بقى فيها ونركنها على جنب. هنعمل بقى هننزل بقى ننزل باللية. دي لية خروف، ممكن نقطعها قطع صغيرة ونسيحها، واللي مش بيحب اللية ممكن يعمل سمنة عادي خالص، يستغنى عن اللية ويعمل بسمنة بلدي. انا بسيحها وبشيلها بقى على جنب، محتاجهاش تاني، باخد بس الدهان اللي فيها وبشيلها. وبدي بقى كده صدمة كده على الوشين، والنار عالية طبعا عشان تمنع انها تنزل اي سوائل فيها. انت عملت على الوش الاولاني، اللي بقى على الوش التاني. ياريت منسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. هنقلبها بقى على الوش التاني كده. كل وش يعني بتاخد شوية ثواني كده، وبعدين بقى على الوش التاني. عملية انك بتديها صدمة دي بتخليها تبقى جوسي من جوه وما تفقدش السوائل اللي فيها. اول مقطعين معانا بقى بصل وفلفل. البصل ده بندعكه بشوية ملح وفلفل اسمر قبل ما نحطه على الكبدة، ونحط عليه الفلفل، ونحط عليه اول ما الكبده تاخد صدمه من الوشين. بعد كده نوطي النار لفوق ونغطيها. هي نزلت البصل الخضار، نزل السوائل اللي فيها، مش محتاجه ميه ولا اي حاجه. ونرش عليها شويه ملح بعد ما تستوي بقى كده خالص، وشويه فلفل اسود، ونقلبها. بوريكم ان البصل معايا والفلفل مستوي كده خلاص. بقى نطفي النار عليها. هنعمل بقى الطشه بتاعتها، نحط شويه توم، فصين توم ومعلقه فلفل احمر بارد ومعلقه كزبره، ونقلبها عليها في معلقه سمنه كده، ونشوح معلقه سمنه وتحطها عليه. بتديها طعم حلو جدا وبتديها نكهه كده حلوه. هنعمل بقى كوز القلب والكلاوي. هنجيب ميه على النار نكون بتغلي، ننزل عليها بكوز القلب بحاله كده والكلاوي بحالها. بنقطعها بعد ما تستوى. بيفضل يعني لو عايز تقطعها كده عادي براحتك، بس بعد تستوى احسن. شويه فلفل اسود. منحطش ملح دلوقتي لما تستوى، يعني في الاول ما بنحطش ملح خالص، لما تستوي ننزل بالملح. دي اللي احنا هنحمر فيها بقى الكلاوي وكوز القلب لما يستووا. هننزل بمعلقه سمنه، فصين توم، معلقه برضو فلفل احمر، ده بارد مش حار. نقلبهم بقى كده، وانزل معلقه كزبره ناشفه. هنا كان الجزء القلب والكلاوي استوى، قطعناهم وهنشوحهم فيها بقى، نحمرهم فيها. بيديها طعم حلو قوي. نقلب بقى ايدينا فيها كده ونحمرهم. بعد ما تحمروا معانا ننزل بالملح والفلفل الاسود. بنديها بقى الطعم بتاعها. هنا خلاص اتحمرت معانا واتشوحت اهي. جربوا الطريقه دي هتعجبكم جدا، مش هتندموا ان انتوا هتعملوها. طعمها حلو قوي وهتعجب الولاد جدا. ووريكم ان جزء القلب مستوي ازاي. متنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وكبده جوسي من جوه ازاي وطعمها حلو قوي.